جديد أسعد الله صباحكم بكل خير. بكل تأكيد هذه النتيجة لمنتخب تونس هي نتيجة مزعجة ومحزنة للجماهير التونسية بعد الخروج رسميا من كأس العالم في هذه النسخة، لأن المتبقي أيضا لقاء صعب يعتبر بالنسبة لمنتخب تونس هو الأصعب، لأنه سيواجه منتخب هولندا الطرف الأقوى في هذه المجموعة السادسة. هارد لك حظ أوفر كابتن حاتم، ظهور مخيب، خروج مخيب لمنتخب تونس ونتيجة ثقيلة أيضا على المنتخب التونسي أمام اليابان. يعني النتيجة كانت متوقعة حقيقة بعد الأداء المخيب للآمال. يعني لا نستطيع بمعنى أن نتكلم عن المنتخب التونسي أنه كان يستحق شيء في المباراة، يعني صفر فرصة حقيقية يعني طيلة 90 دقيقة وأكثر بقليل. يعني نتكلم على كأس عالم تظاهرة عالمية، أنت لا تستطيع صناعة فرصة ثم تتكلم على يعني مستوى الكرة التونسية. وأنا قلت لك قبل الكرة التونسية مشكلتها أعمق من مباراة كرة قدم. يعني احنا في تونس عندنا ملعب وحيد مؤهل أن يلعب فيه يستجيب للشروط أو المعايير التي تضعها الكاف، ملعب وحيد. يعني أنت لما صفاقس يتأهل نادي صفاقس أو النجم الساحلي لابد أن يلعب في ملعب محمد العقبي في رادس، ولا لا يستجيب الملاعب لا تستجيب. هذا واحد. اليوم اكيد انه الاتحاد التونسي، معنا نتكلم على الجامعه التونسيه والمسؤولين يتحملوا المسؤوليه، لانه في ماذا يتحملوا المسؤوليه؟ هم اسباب المشاكل، لكن المشكل اعمق انه من الاتحاد. يعني المشكل اعمق لانه الوزاره في تونس هي اللي كانت ضد تعيين مدرب اجنبي في البدايه. يعني وزاره الرياضه هي التي كانت ضد تعيين مدرب اجنبي، ولذلك اتجه الاتحاد التونسي بعد ما وجدت الوزاره ضد التعيين وذهبت المدرب المحلي. وما هي وجهة نظر الوزارة حول عدم تعيين مدرب أجنبي برأيك؟ يعني الانفاق يعني دفع يعني بالعملة الأجنبية كان الانفاق أم أن المدرب التونسي أكفأ من المدرب الأجنبي؟ لا هي كانت رافضة يعني دفع الأموال. ومع أنه مع هذا احنا لما تم تعيين مدرب التونسي تم تعيين سامي الطرابلسي. سامي الطرابلسي طلبت منه كذلك الوزاره والاتحاد التونسي لان يكون هو المدرب في كاس العربيه، وكان ضد انه يمسك لانه كاس العربيه كان الفريق الثاني. فلما مسك صار اخفاق يعني، فكان رده فعل سلبيه من الجمهور. ثم كاس افريقيا كان مستوانا مقبول الى غايه الخروج، لم يكن بالمعنى السيء ولم نكن متميزين. لكن سامي الطرابلسي يعتبر الذي كان اكثر استقرارا على مستوى اكثر استقرارا. انت اليوم سامي الطرابلسي عينته كمدرب وحكمت فيها، تعرف ركله جزاء في مباراه مالي اعتقد في الدقائق الاخيره وكنا متاهلين، ولو تاهلنا كان يستجيب للشروط عقد سامي الطرابلسي لاستمر. فهنا نتكلم على زياد جزيري يعني المدير الفني او في المنتخب التونسي مع رئيس الاتحاد ونائب الرئيس. فانت اليوم اللي استجاب لشروط النقد، وكان النقد ويعني وهذا سبب يعني الصحافه التونسيه او المنابر الاعلاميه في تونس معنى جعلت منها انه جهويات اكثر منها مصلحه المنتخب، جعلت منها لانه سامي الطرابلسي من جهه معينه وسامي الطرابلسي كذا. فكان نقد ليس رياضي، يعني لا اتكلم عن النقد الرياضي لان النقد الرياضي نحن نكبر نقد رياضي في كل الاحوال، نقد فني نقد بعيد عن التجريح. هو تخطى هذا. لكن هل فعلا سامي الطرابلسي يحسب على جهه معينه؟ يعني هو من جهه صفاقس، من وجهه نظر البعض، يعني من جهه صفاقس يعني فكان نقد وضرب بمعنى لانه من هذه الجهه، وكان مع نقد يومي وليس نقد فني. لا اتكلم عن النقد الفني. سامي الطرابلسي حقق نتائج ايجابيه على مستوى التاهل كاس العالم وعلى مستوى كذا وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى العديد من الاشياء. ولكن ما العيب ان يكون منتخب تونس مع سامي الطرابلسي وسامي الطرابلسي يحسب على صفاقس؟ انا ما اعيبه على زياد جزيري لانه هو صاحب القرار، هو حسين نائب الرئيس ورئيس الاتحاد، هذا ما اعيبه عليه لانك انت صاحب القرار، فانت لابد ان لا تستجيب للضغوط. ثم لما صار الضغط الكبير فقالوا احنا نجيبوا مدرب اجنبي، فجابوا مدرب تونسي اصبح سامي الطرابلسي ضحيه. صحيح. فانت اليوم جبت صبري اللموشي الذي دمر عمل لفتره. فهذه المجموعه التي كانت لدينا لاعبين، اليوم فرجاني ساسي يستحق ان يكون موجود. اليوم انت لما نتكلم على الظهير الايمن فاليري هو جيد في الاربعه لانه يدافع بشكل جيد، لكن كنت انت تقادر في ظهير النادي الافريقي الزعلوني ظهير جيد وانهى بموسم جيد جدا، فكان قادر انه في الثلاثه اليوم سنشاهد اقل شيء 3-4 عرضيات. لكن انت تتفق بان فاليري لم يقدم المستوى المطلوب في لقاءين. لا سيء
فانت اليوم كان الظهير ايمن انت معنا قام باستدعاء النفاتي، وحتى لما غير طريقه اللعب ادخل لاعب وسط الميدان على الطرف الامامي. ثم كان نتكلم عن حارس، نتكلم على غرام اللي هو معنا قام على غرام لاعب شختار لا يلعب دائما لكن قادر ان يكون ضمن المجموعه. الزعلوني سجل هدف في الدقيقه فوق ال100 انا لا اتكلم على ادائه، قيمه اللاعب كان قادر لانه لا يلعب اساسي لكن كان قادر ان يكون على دكه الاحتياط، وفي 3-5-2 او 3-4-2-1 سيكون جيد على الطرف، لانه هو عنده بعض المشاكل في التغطيه. لما تلعب 5 مدافعين فهو هجوميا يعطيك الاضافه. لما نتكلم على فرجاني ساسي لاعب خبره قد كان قادر ان يعطيك نوعا ما من الاستقرار، ويعطيك كذلك انه في المجموعه يكون جيد. انت ليس في حاجه لبعض اللاعبين، في حاجه عنصر الافتكاك في وسط الملعب. كره القدم انا دائما اقول تونس تعرف تتاهل ولا تعرف تجاري ولا تعرف لما تصل الى البطوله ماذا يحدث في القائمه؟ القائمه يصير فيها تدخلات ويصير ابعاد من يستحق واستدعاء بعض الاشياء من لا يستحق، ولذلك تجد أن الأجواء تكون متوترة نوعا ما. أنا لماذا ألوم زياد جزيري؟ لأنه هو ابن المنتخب، وهو من أسباب الرئيسية الذي فزنا بكأس أفريقيا معه كلاعب، وهو كان مسؤول في النجم الرياضي الساحلي وحقق نجاح وقام بانتداب. كيف يقع في هذه بعض الأخطاء اللي نوعا ما بدائية؟ أنت المفروض أنك كنت تقاتل من أجل أن يبقى سامي الترابلسي، وإلا بعد سامي الترابلسي تذهب مباشرة إلى هيرفي رينار أو تذهب إلى نوعية مدربين أفضل مما جبت لنا، أفضل من صبري اللموشي، أفضل بكثير. يعني أنت تشاهد بأن قدوم صبري اللموشي على فكرة هو الخطأ الكبير. عندي صديقي أنا أحترمه وكان لاعب معايا اسمه الحبيب التونسي، ولا أعلم هل الحق نتكلم معه. من لما تعين صبري اللموشي قال لي الحبيب التونسي يشتغل هنا في الغرافة، يعني مع الغرافة، قال لي تونس ستخسر المباريات 3. وأسوأ تعاقد قامت به الوحده، لانه يعرفه جيدا في الدوري القطري، لانه يعرفه جيدا. انا لا اعرف، لكن انا دائما اتساءل كيف فشل في الكوت ديفوار مع دروغبا ويا توري، كيف فشل في الكوت ديفوار؟ اليوم ياتينا التاكيد. انا لا اتكلم على هيرفي رينار، لا، ولا الومه، ولا حتى التغييرات التي قام بها منها ما ليس له، لانه لا يعرفهم، لابد ان يستحق الى بعض الوقت. الاشكال اللي احنا وصلنا، انا اليوم تعرفني انا كنت نتمنى 3-0 يكفي، ما نتمنى الحكم ان يصفر، هذا مشكل. يعني احنا تاهلنا كاس العالم، لكن اليوم تونس تعتبر حصاله موجوده في كاس العالم. اليوم نحن اسوا ومن بين الاسوا المنتخبات العربيه الافريقيه المشاركه في كاس العالم، وهذا عيب على المسؤولين وعيب على من هو مسؤول في الكره التونسيه ومن هو يقرر لمصلحه الكره التونسيه. اتمنى ان يحدث مثل ما حصل في 94، لكن 94 كانت افريقيا فشلنا، لكن كانت ثم نهضه رياضيه في تونس. اليوم نحن في نكبه رياضيه في تونس، لا يوجد استثمارات، لا يوجد بنيه تحتيه، لا يوجد ولا شيء في الكره في تونس. في هذا الكل كيف انت تنتظر من منتخب ان يقدم؟ فاليوم لاحظ انت في المغرب، لماذا المغرب ناجحين؟ واتمنى لهم النجاح اكيد، ونحن دائما مع المغرب ومع كل المنتخبات لانها عملت على مشروع وبنيه تحتيه. احنا كنا مع بعض في النهايه، شاهدنا البنيه التحتيه في المغرب، بنيه تحتيه على اعلى المستوى، على مستوى. احنا لو تذهب الى تونس احنا كنا سباقين وبنيه تحتيه، ضمن كاس العالم، كاس افريقيا 94 ثم عدنا 2004. هذا يعطيك على الاستثمار. لا، وبالمناسبه فزتوا على المنتخب المغربي في النهائي. نعم، المنتخب المغربي، ثم عاد لعب نهائي وليد الرقراقي من بعد ذلك في كاس افريقيا الاخيره التي ستحسم في التاس، ونتمنى لهم التوفيق. نعم. لكن انا اتكلم انه مشكلتنا اعمق من ذلك، اعمق من رئيس الاتحاد، وان كانوا يتحمل المسؤوليه، واتمنى ان يقدموا الاستقاله جميعا بعد العوده من كاس العالم. هل فعلا تونس كانت قريبه من تقديم ملف ايضا لاستضافه كاس العالم؟ متى؟ هذه من عند الزميل محمد جبالي، يزودني بمعلومه بان هي ايضا بناء على البنى التحتيه الموجوده سابقا كانت قريبه من هذا المشروع، لكن كانت هناك تطلعات تستمر في البنيه التحتيه، تستمر. احنا لم يتم الاستمرار. احنا عندنا ملعب المنزع اعتقد تم هدمه من 7-8 سنوات ولا اكثر ولا 10 سنوات، ولم يتم اعاده بناء لغايه الان مدارج فاضيه بدون ولا شيء. فاحنا نتكلم عديد من الملاعب.
فاليوم لابد أن تحدث ثورة رياضية، بمعنى أن يكون فيه اهتمام اتجاه الرياضة. وأنا نعلم كثيرا الرياضة ما تدر على